جماعة ازيكم؟ حابة ان انا كل فترة اعمل معاكم فيديو اتكلم فيه عن تمرين ممكن نعمله في البيت يغير من شكل يومنا او نغير من شكل حياتنا الافضل، وممكن حياتنا تتغير بسببه الافضل. ممكن التمرين ده ممكن ناخد من وقتنا، مثلا من يومنا ده نص ساعة او 10 دقايق، او ممكن واحنا اصلا ماشيين، مش لازم نعمله في وقت معين او كده. لو اسرعنا شوية ممكن هيعتبر تمرين يتغير من شكل جسمنا ونحس ان احنا بيتحرق سعرات حرارية بيه. فالنهارده حابه ان انا اتكلم معاكم عن اول تمرين اللي هو الكارديو. في ناس كتير سمعت عنه، لو ناس اللي بتنزل الجيم، او في ناس ممكن تكون سمعت عنه فيديوهات او حاجات دي كلها. فحابه ان انا اتكلم معاكم عن الكارديو النهارده، وليه الكارديو مهم في حياتنا. في ناس انتظمت عليه وغيرت حياتها الافضل بسببه، في ناس ممكن تكون ما انتظمتش عليه وحست ان هو متعب ومرهق وده كله. فالنهارده هكلمكم ازاي نبدا كارديو، والتمارين اللي ممكن تكون سهله وبسيطه جدا للناس اللي مبتدئه في الكارديو والحاجات دي كلها، والفوائد بتاعته. فيلا بينا نبدا الفيديو. اول سؤال هنبدا بيه هو ايه الكارديو؟ الكارديو عباره عن اي تمرين بيرفع معدل ضربات القلب، وكمان بيساعدك انك تحرق سعرات حراريه. مثلا لو انت بتجري او حد بيجري وراك فده انت كده بتعمل كارديو. لو انت بتطلع على السلم فانت كده بتعمل كارديو. ممكن نستغل كمان ان احنا بنمشي عادي. ممكن نستغل ان احنا نمشي عادي، بعد كده نسرع اسرع في المشي، بعد كده نسرع اكتر في المشي لحد ما نوصل لمرحله الجري، فده بيعتبر كارديو. ايه هي فوائد الكارديو واللي بنعمله اصلا؟ اول حاجه انه بيحافظ على صحه قلبك، كمان بيقوي عضلات القلب، وكمان بيحميكم من الامراض اللي ممكن تيجي لكم بعد كده لا قدر الله. يعني مثلا لو لقيت حد طالع على السلم وبيقف في نص السلم عشان ياخد نفسه، فده كده محتاج كارديو. كمان بيحرق دهون وبيساعدك انك تخسر وزن. يعني انت لو هدفك انك تخسر وزنك فالكارديو انسب حل، لانه بيحرق سعرات حراريه بشكل سريع جدا. لكن ما تنساش ان الاكل الصحي مهم جدا. يعني مثلا ما تعملش الكارديو ساعه وتتعب وتكون عامل مجهود حلو، وفي الاخر تيجي تاكل بيتزا وتقول انا ما خسيتش ليه. ما تكونش متخيل ان انت ممكن تكون عشان لسه عامل رياضه او عامل كارديو فعارف انت هتحرق سعرات وتيجي تقول انا هحرق. مستحيل. انت كده بتعوض اللي انت اكلته، اللي انت حرقته في الكارديو، فانت بتعوضه برضو ان انت حطيت نفس السعرات الحراريه اللي انت حرقتها. فانت كده مش بتعمل اي مجهود، مش بتعمل اي حاجه اصلا. ف يعني مش بنقول ما تاكلوش خالص او ما تاكلوش اي حاجه، لا كلوا كميات معقوله. احسبوا السعرات اللي انتوا بتاكلوها قد ايه، احسبوا الكميه اللي انتوا محتاجينها قد ايه. مش تاكلوا كده وخلاص. تاني حاجة ان هو كمان بيحسن المزاج، وبيخلي التوتر عندكم قليل شوية. اصلا الكارديو بيحفز هرمون اسمه هرمون السعادة، وهنعرف ليه دلوقتي. بدل ما تفضي غضبك في حد او في الناس او في اي حد، انت ممكن تجري جري خفيف كده، ممكن يهدي من التوتر بتاعك او يخفف من القلق اللي حاسه شوية. وده كمان يعني في ناس كتيرة اما بتمشي او بتعمل مجهود او بيكون عندها توتر او تفكير كتير او حاسه ان هي مزاجها مش حلو، في ناس كتيرة جدا منها انها تمشي او تروح في هواء حلو او تحس ان هي بتعمل مجهود، فده بيحسن مزاجها عموما. يعني في ناس كتيرة اصلا بتحس بكده او منكم كده عموما، فده بيحسن مزاج. اي حركة او اي حاجة دي بتحسن اصلا من مزاجكم. اقول لكم دلوقتي على انواع كارديو واختاروا اللي يناسبكم منها. اول نوع عندنا نوع منخفض الشدة. ده مناسب جدا للمبتدئين، الناس اللي مش بتحب الحاجات اللي هي تبدا بالرياضات العنيفه او التمارين العنيفه، زي المشي السريع وزي المشي العادي، زي الجري، زي السباحه، وزي انك تركب عجل. تاني نوع عندنا اللي هو الكارديو متوسط الشده، زي الرقص، زي نط الحبل، زي الايروبيك. وهنتكلم برضو، عايزين فيديو كمان عن نط الحبل واعرفكم ايه الفوائد نط الحبل وازاي بيحرق كميه سعرات حراريه بطريقه رهيبه. وممكن في ساعه مثلا نحرق كميه كبيره من السعرات الحراريه، وده ليه فيديو لوحده. زي الايروبيك، وده بيفضل انه يكون بموسيقى. بتحس كده متعه كبيره جدا وانت بتنط الحبل مثلا بموسيقى، تعملي رقص بموسيقى، تعملي ايروبيك بموسيقى. فبرضه ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. بتكون حاجه ممتعه في هرمون السعاده اللي اتكلمنا عنه من شويه. عندنا النوع الثالث، النوع الكارديو عالي الشده اللي هو الهيت. وده بيكون كل التمارين اللي احنا ممكن نعملها في النوع الاول والثاني بس بطريقه سريعه جدا. مثلا بدل ما نعملها في النوع الاول ساعه او نص ساعه، احنا بنعملها ساعتين بس. مش اكيد مش كل يوم عشان ده بيعمل مشاكل. مثلا نعملها 3 مرات في الاسبوع او كده لو احنا عايزين، وده بينحرق سعرات بشكل اسرع بكتير وفي اقل وقت ممكن. ازاي بقى ابدا كارديو؟ ابدا بحاجه بسيطه، حتى لو 10 دقائق كل يوم. يعني مثلا تمشي 10 دقائق، تجري 10 دقائق، حط اللي يناسبك. اختار اللي يناسبك. هجرب كل الحاجات، جرب انواع الكارديو كلها واختار اللي يناسبك. يعني مثلا بتحس ان انت بتحرق اكتر، بتحس ان انت متعه اكتر وانت بتمشي، فخلاص استمري في المشي. لو انت بتحس اكتر متعه في الرقص او نط الحبل، او بتحس متعه اكتر في الموسيقى، بتحس ان انت بتعملي
بتحرقي اكتر او بتحسي ان انت متعه في الموسيقى او الحاجات دي كلها، فاختاري النوع التالت، النوع التاني. فعلى حسب انت اللي هيناسبك، وانت عايزه، على حسب انت عايزه تحرقي قد ايه، او اللي هيخليكي مستمريه اكتر. مفيش داعي انك تبداي بشده عاليه جدا، خليكي المهم انك تستمري في اللي انت بتعمليه او اللي انت مستمريه عليه، مش تعملي حاجه عاليه قوي في الاخر تقعدي عشان متعبه او هرتاح النهارده فمش هتكملي. لا، لو حتى 10 دقايق كل يوم المهم انك تستمري، فده انسب واحسن اللي انت لسه مبتدئين. خليكم واقعيين وما تتوقعوش ان انتوا مثلا هتخسوا 10 كيلو في الاسبوع او كده. لا، احنا هنعمل بالراحه، نبدا بالراحه الاول، بعد كده عشان نستمر على طول. مش وخليكم ما تحطوش امال عاليه قوي عشان ما تحسوش ان انتوا مش هتعملوا مجهود فخلاص. لا، انا هنزل الكارديو ممتع، والكارديو ممكن يغير من حياتك ويحرق اكتر، بس كل حاجه بالمعقول احسن بكتير. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو حبيتوا اكتر ان انا اتكلم اكتر عن اي حاجه انتوا عايزينها او تمارين انتوا عايزينها او الحاجات دي كلها، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وقولي لي عجبكم الفيديو ولا لا، حبيتوا اصلا الفكره ولا لا. بس متنسوش بقى الاشتراك واللايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وبس. باي.